أكيد أنت عارف مقولة إن الثانوية العامة يعني حل كتير، وأكيد برضه عارف إن الحل هو اللي هيثبت لك المعلومة، وإن من غيره أنت ما عملتش حاجة ولا كأنك ذاكرت أصلا. عشان كده أنا جاي النهاردة أقول لك على أهم الكتب اللي حليت فيها وأهمية إنك تجيب كتابين في المادة. فبسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكون المذاكرة ماشية معاكم بسلاسة ومش معصلجة معاكم زي ما هي معصلجة معايا كده. نخش في موضوع فيديو النهاردة وهي الكتب اللي هتذاكر منها وتحل منها ان شاء الله. انا جايب لك كتب السنة اللي فاتت اللي حليت فيها وافرجك انت لازم توصل لأنهي مرحلة من الجد والاجتهاد عشان توصل للي انت عايزه ان شاء الله. نبدأ بأول مادة وهي حبيبة الملايين، العربي. بص كده يا معلم عشان تبقى عارف، العربي فن وتذوق مش مجرد حفظ القواعد النحو والعربي. يعني حضرتك هتحب تذاكر عربي وتحل العربي وتفهم النحو، اضمن لك اعلى الدرجات في العربي ان شاء الله. بالنسبه لي انا كنت جايب كتابين في العربي وكل مواد كده برضه عشان تتعود. يعني العربي كنت جايب فيه كتاب كيان اساسي كنت بحل فيه مع المستر، كنت جايب كتاب الامتحان بحل فيه لوحدي، ولو في سؤال وقف قدامي كنت بروح للمستر بيه، ولازم اي سؤال تغلط فيه تراجعه، ولو فهمته لوحدك سواء كان عدم تركيز منك او لما رجعت القاعده فهمت يبقى كده تمام وعرفت فكرته وان شاء الله اتحفرت في دماغك. او لو ما فهمتوش برضه تروح تسال المدرس بتاعك فيه وتفضل وراه لحد ما تفهم السؤال ان شاء الله. تجميع افكار الاسئله ده هو اللي هيخليك واقف على ارض صلبه في فتره المراجعه والامتحانات وهترجع تفتكر كلام. اما في المراجعه النهائيه فجبت برضه كتاب كيان وكان فيه اسئله على كل جزئيات المنهج، وده خلاني افتكر المنهج كله تاني وكمان اخد افكار جديده للاسئله. وكمان اشتريت كتاب الاضواء بس ما انصحكش بيه الصراحه لان امتحاناته كانت معقده وصعبه ومختلفه في مواصفاتها عن المواصفات بتاعه امتحان اخر السنه. يعني مثلا كان بيجيب من 9 ل 10 اسئله نحو شعري في الامتحان الواحد، والنحو الشعري ببساطه هو اللي بيجيب لك بيت شعر وبيقول لك استخرج منه حاجه او اعرب ما تحته خط، وده بيكون اصعب بكتير من النحو العادي اللي الكلام فيه بيكون سهل ومفهوم ومش معقد. وفي اخر السنه بيكونوا 3 اسئله بالكتير ان شاء الله ومش اكتر. اشتري اي كتاب فيه امتحانات السنين اللي فاتت لان دي اهم حاجه عشان تفهم دماغ اللي بيحط الامتحان. وكتاب الامتحان لما حليت الامتحانات بتاعته كانت مستواها حلو وقريب من امتحان اخر السنه. عموما ما تشغلش بالك بالمراجعه والامتحانات، المهم بس تخلص المنهج الاول لان المشوار لسه طويل. اجمد يا بطل، انت قدها وقدود ان شاء الله. نخش في تاني ماده وهي الانجليزي. الانجليزي الحمد لله ما كانش عندي مشكله فيه مع شغل وتعب مستر محمد فيصل معانا على مدار السنه، وكنت بحل من مذكرات وكتبه فقط لا غير وما احتجتش اي مصدر خارجي تاني وما اشتريتش اي كتب تانيه في الانجليزي. بس حلينا كتير قوي بصراحه زي ما انت شايف كده، ده غير الامتحانات الالكترونيه اللي كانوا 2 في الاسبوع وكل امتحان فوق ال 40 او ال 45 سؤال، يعني حلل الركب، وده اللي هيخليك متمكن في الانجليزي مع حفظك للكلمات ان شاء الله. نروح لثالث ماده وهي الفيزياء اللي مطلعه عينك ناو وصلت بالسلامه. بالنسبه للكتب اللي كنت بذاكر منها كنت جايب كتاب الامتحان شرح وحل، وجبت كتاب نيوتن كنت بحل منه اضافي جنب الامتحان، وجبت في المراجعه النهائيه كتاب الامتحان بس وما جبتش جنبه حاجه تانية. نخش على رابع ماده واللي قبل الاخيره وهي ماده الكيمياء. هي الكيمياء كمادة حلوة ولذيذة لحد ما تخش على العضوية، وبعدين تلاقي العضوية سهلة في الأول وبعدين تغوط وتلاقي نفسك غرست وما تعرفش تطلع بس ربك بيسترها. المهم أنا طول السنة كنت بحل من مذكرة مستر وليد صابر، وكنت بحل من كتاب الامتحان PDF من بتاع السنة اللي فاتت اللي هو دفعة 2023 يعني. وفي المراجعة النهائية جبت كتاب الامتحان مراجعة نهائية بس وخلاص. ونيجي لآخر مادة وهي كريست العلم علوم الاحياء. طبعا اكيد كلكم عارفين ان في طب فمش هقول لك تشتري كتاب في الرياضه يعني، بس تعالى لي في الاحياء بقى. حضرتك الاحياء دي هتذاكرها من 20 مصدر وتحل مليون كتاب وبرضه هتفضل في افكار اسئله ما انتش عارفها، والدليل هو امتحانات السنين اللي فاتت. اسئله بتيجي مفاجاه ومحدش بيكون عادت عليه فكرتها بس انت بتعمل اللي عليك وخلاص وبتحل على قد ما تقدر عشان لما يقابلك سؤال صعب بيكون عندك معلومات كفايه وطريقه تفكير صحيحه وذكيه في السؤال، بحيث انك مجمع افكار حل كتير ومتوقع وممكن يلف ويحور عليك ازاي. والكتب اللي رشحها لك في الاحياء هي التفوق والامتحان بلا منازع، ومش هتلاقي احسن منهم في السوق بصراحه، وان شاء الله يكونوا خير معينين لي. اما فدول كتب الفرنساوي اللي تعبت فيهم وحليت فيهم كتير وربنا وفقني الحمد لله وقفلت الفرنساوي. ودي كتب الجيو اللي ما بقتش ماده لوحدها دلوقتي وانضافت للاحياء، وبرضه كنت بحل من الامتحان والتفوق فيها والحمد لله ربنا كرمني ونقصت فيها نص درجه بس. هي اللي كانت بتهون على الواحد والله، كانت ماده لذيذه كده وسهله. اتعب وعافر وصدقني هتلاقي نتيجه تعبك ده ان شاء الله. مش شرط لما تحل على اللي انت اخدته من كتابين ولما تيجي تحل امتحان شامل برضه على اللي انت اخدته تقفل انك حلل كتير. نتيجه حلك الكتير ده هتلاقيه مع الوقت ومع الحل الكتير لفترات طويله هتلاقي نفسك
نفسك بقيت متمكن من المادة أكتر وأكتر. هتحس إن في أفكار أسئلة بدأت تتكرر وأسئلة بتتعب النص، بس ده بيبقى كل فين وفين. وخليك متقبل إنك في أفكار جديدة وأسئلة أول مرة تشوفها هتكون ليلة امتحان الثانوية العامة عادي جدا. تقبل كمان فكرة إنك ليلة امتحان الثانوية العامة مش هتكون حليت كل الأسئلة والامتحانات اللي معاك، أنت مطلوب منك تحل كل اللي تقدر عليه فقط لا غير، وتيجي على نفسك شويتين تلاتة كده عشان توصل للي أنت عايزه إن شاء الله. بس كده يا غالي خلص. ما تنساش إن الثانوية العامة يعني حل كتير. سلام.